قبل ما تنزلي تشتري البط لعزومة رمضان ركزي معايا في الكلمتين دول عشان هيفرقوا معاكي في الطعم 180 درجة. هقولك على خطوات بسيطة تخلي البط بتاعك بمستوى أشهر المطاعم. أول حاجة، إزاي تختاري البط الصح من السوق؟ النوع هو السر. لو عايزة طعم بلدي أصيل ومسكر يبقى البط البلدي أو السوداني هو ملك السفرة. لكن لو بتدوري على حجم كبير ولحم كتير يبقى المسكوفي هو الاختيار الأنسب. وبالنسبة للوزن، أحسن حاجة تكون البطة من 2.5 ل 3 كيلو. الوزن ده بيستوي بسرعة واللحمة بتطلع طرية ودايبة ومش بتفتل معاكي. كمان السن بيفرق. اختاري البطة الشباب اللي جلدها ناعم وريشها كامل، وابعدي عن البطة الكبيرة عشان ما تاخدش وقت ومجهود في التسوية. وطبعا لازم لون الجلد يكون أبيض كريمي وفاتح ومشدود ومن غير أي بقع أو زرقان. ثانياً، أسرار محلول النقع السحري وداعاً للزفارة. قبل ما تلمسي البطية بالنار لازم ترتاح في محلول النقع ده عشان اللحم يطرى وريحته تبقى تجنن. لكل لتر مية ساقعة حطي معلقة كبيرة ملح ومعلقة سكر وعصير وقشر نص ليمونة، وضيفي عليهم سر الصنعة معلقة صغيرة طحينة. وزودي بقى ورق لورا وحبهان وعود قرفة وفصين مستكة. سيبيها في المحلول ده كام ساعة، ولو ليلة كاملة يبقى 100 100. ثالثاً، نصائح التحضير وأسرار الطعم التقيل. قبل السلق ادعكي البطة كويس من جوه وتحت الجلد ببصلة مفرومة مع فلفل اسود ورشة قرفة خفيفة وسيبيها ساعة. الحركة دي بتخلي الطعم يدخل جوه نسيج اللحم نفسه. وقبل ما تنزلي بالمية المغلية شوحي البطاية في حلة سخنة مع سمنة بلدي وفصين مستكة من كل الجوانب. هتاخدي منها شوربة صافية ودسمة زي الكتاب ما بيقول. أما لو هتتشوي من غير سلق يبقى الكيس الحراري هو الحل. حطي معاها جزر وكرفس وبرتقان وعلى نار هادية وهتلاقي اللحم بيفصل عن العظم لوحده. وأخيراً، تريكات المحترفين. اعملي فتحات صغيرة بدبوس في منطقة الصدر عشان الدهون الزيادة تنزل والبط يشرب التتبيلة كويس. وأول ما تطلع من الفرن اوعي تقطعيها فوراً، غطيها بورق فويل وسيبيها ترتاح 15 دقيقة عشان تفضل جوسي وطرية لآخر حتة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان الكل يستفيد. تشجيعكم هو اللي بيخلينا نستمر ونقدم لكم كل جديد.